السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في كود فيرس أكاديمي. محاضرة جديدة من محاضرات السي اس اس بنكمل فيها تنسيقاتنا. قبل ما نبدأ ما تنسوش شير ولايك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد في فيديوهات البرمجة وفي عالم البرمجة. النهاردة في السي اس اس هناخد مجموعة من التنسيقات الجميلة والسلكتورز اللي بنقدر نعمل بيها شغل رائع جدا. عشان تعالوا نبدأ في الكود على طول ونشتغل. فهنيجي نربط الملف بتاعنا، فهنقول له لينك سي اس اس، طبعا ريلاتيف ستايل شيت، يعني مربوطين بالسي اس اس. وهقول له هنا اسيتس كده سلاش سي اس اس فورمات دوت سي اس اس. كده انا ربطت بالكود بتاعي السي اس اس بتاعي. وهعمل هنا باراجراف. الباراجراف ده هكتب جواه لوريم وادوس انتر. دي بتخليني اقدر اكتب كلام كتير مره واحده عشان نعرف نشتغل عليه. تعالوا نروح للسي اس اس بقى ونشوف احنا هنعمل ايه. احنا هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها الباسيدو اليمنت. الباسيدو اليمنت من الحاجات الجميله جدا اللي عن طريقها بنقدر ننسق جزء معين من عنصر من عناصر ال HTML. تاني، بنسق جزء معين من عنصر من عناصر ال HTML. مثلا الباراجراف اللي عندنا عايز انسق اول حرف في اول كلمه، ده بسيدو اليمنت. عايز انسق اول سطر في الباراجراف، ده بسيدو اليمنت. عايز اضيف حاجه قبل الباراجراف، بسيدو اليمنت. عايز اضيف حاجه بعد الباراجراف، بسيدو اليمنت. عايز مثلا اشتغل على ليست قايمه هعمل ستايلنج للماركرز بتاعتها، بسيدو اليمنت. عايز اعمل على حاجات معينه على الصوره، فبسيدو اليمنت، وهكذا. طب السلكتور بتاعي بيتعمل ازاي؟ تعالوا نعمل كده. ادي السنتكس بتاعي بقى بالطريقه دي. بقول له سلكتور ده عنصر ال HTML اللي احنا عايزين ننسقه، نقطتين وراهم نقطتين فوق بعض. بعد كده البسيدو element. بعد كده بفتح اقواسي عادي خالص، واجي هنا اكتب البروبرتي والفاليو اللي انا هشتغلها، اللي هو التنسيق اللي انا عايزه. طبعا نحط اي تنسيقات، ونخلي بالنا هنا انا شغال على نقطتين فوق بعض وراهم نقطتين فوق بعض، لان احنا في زيهم بالظبط كده بس نقطتين واحده بس. وهنا ده خلاص، ودي ليها وظيفه ودي ليها وظيفه. واحنا كنا عملنا فيديو بيتكلم على البسيدو كلاس وبيعمل ايه، ورفعناه على القناه، وهنسيب اللينك بتاعه في الكومنتات بحيث ان احنا نقدر ندخل نتفرج عليه ونشوف ايه الفرق ما بين البسيدو اليمنت والبسيدو كلاس. طيب، هنيجي بقى دلوقتي هقول له البي ده السلكتور بتاعي، نقطتين فوق بعض نقطتين فوق بعض. هنلاقي فيه افتر، باك دروب، بيفور، تشيك مارك، كونتنت. كل دي بسيدو اليمنت. احنا هنشتغل على مين؟ فيرست ليتر، اول حرف. وهبدا بقى اقول له كلر ريد. هنلاقي ان اول حرف بس هو اللي اتنسى. طب جيت قلت له تكست ديكوريشن اندرلاين، نلاحظ ان اول حرف بس اللي خد خط. هاجي اقول له مارجن ليفت، ازاحه هامش من الشمال بمقدار 10 بكسل. فهنلاقي خد هامش من الشمال اهو. طب قلت له مارجن رايت، - 50 بكسل. هنلاقي خد ازاحه من هنا اهو. كل دي حاجات تتعمل على الفيرست ايه؟ على الفيرست ليتر. طب ايه تاني ممكن يتعمل على الفيرست ليتر؟ في حاجات بقى تتعمل على الفيرست ليتر زي ايه؟ اي حاجه ليها علاقه بالفونت. يعني جينا عملنا كده مثلا فونت ستايل، وقلت له ايتاليك، هنلاقي الحرف الاولاني مال. فونت
سايز مثلا اكس لارج، هنلاقي كبر. يبقى فونت، الكالر، المارجن، البادنج، تكست ديكوريشن، تكست ترانسفورم، لاين هايت، فلوت، كلير، كل دي حاجات تشتغل على الفيرست ليتر. طيب ايه كمان عندي في الباسيدو اليمنت بيعمل شغل كده؟ ممكن اجي اعمل واحده تانية، ادي السلكتور بتاعي والنقطتين وراهم نقطتين، وهقول له فيرست لاين. المره دي انا هنسق مين؟ السطر كله. كلر جرين، هنلاقي السطر كله اول سطر يتاخد باللون الاخضر. طب لو كبرت، شايفين كل ما اكبر والسطر يزيد ياخد اللون الاخضر تلقائي لحد ما يوصل للصفحه كلها ياخد اللون الاخضر للسطر كله. ايه كمان؟ نعمل تكست ديكوريشن، وتعالوا نقول اندرلاين، السطر كله ياخد اندرلاين. هاجي اقول له وورد سبيسنج، واقول له مثلا 15 بكسل، تلاقي تباعد ما بين الكلمات. طب الوورد سبيسنج دي تنفع مع الفيرست ليتر كده؟ هنلاقيها ما اشتغلتش. يبقى الوورد سبيسنج ما ينفعش مع الفيرست ليتر، ما ينفعش، غلط. يبقى هنمسح دي مع الفيرست ليتر. طب المارجن ينفع مع الفيرست لاين؟ يعني لو جيت هنا عملت مارجن من الليفت 50 بكسل، تلاقيها ما اشتغلتش. يبقى المارجن ما يشتغلش مع الفيرست لاين. يبقى في حاجات بتشتغل مع الفيرست ليتر وفي حاجات بتشتغل مع الفيرست لاين. حاجات اللي بتشتغل مع الفيرست لاين بقى ايه هي؟ حاجات اللي الفونت، تنسيقات الفونت، الكالر، الباك جراوند، الوورد سبيسنج، الليتر سبيسنج، تكست ديكوريشن، فيرتيكال الاين، تكست ترانسفورم، لاين هايت، كلير. يعني ممكن اجي هنا مثلا اعمل ايه؟ فونت فاريانت، واقول له سمول كابس، هتلاقي كل الحروف بقت كابيتال. كل دي تنسيقات تنفع مع الفيرست لاين. قلنا مع الفيرست ليتر مين اللي ينفع؟ فيرست ليتر ينفع مع تنسيقات الفونت، الكالر، الباك جراوند، المارجن والبادنج، البوردر، التكست ديكوريشن، التكست ترانسفورم، اللاين هايت، الفلوت، الكلير. يعني تيجي هنا مثلا نعمل بوردر، تعالوا نعمل كده بوردر اهو، 2 بيكسل سوليد مثلا لونه ايه؟ بلاك. فطلع هنا عمل بوردر اهو. طب هل البوردر ده ينفع مع الفيرست لاين؟ تعالوا نبص كده، هنلاقيه ما اشتغلش مع الفيرست لاين. يبقى في حاجات بتشتغل مع الفيرست لاين وحاجات بتشتغل مع الفيرست ليتر. ده كده الباسيدو اليمنت، بتحكم في عنصر في الاتش تي ام ال بشتغل عليه، لان انا كل ده شغال على مين؟ على الباراجراف، بس مره بالفيرست لاين ومره بالفيرست ليتر. يا رب المحاضره تكون عجبتكم. ما تنسوش شير ولايك للقناه وتفعيل الجرس يوصلك كل جديد. سلام عليكم.